انا اكلت شوكولاته دبي وطلعت لي الحبايه دي لو انتم شايفين. هنتكلم النهارده عن اضرار السكر على البشره. في البدايه احنا بنفكر انه احنا لو كلنا كميه كبيره من السكر مش هتاثر على بشرتنا، بس طبعا ده غلط جدا، بسبب انه الكميه العاليه من السكر اللي موجوده في الشوكولاته هتؤدي لزياده الانسولين في الدم، وهيأثر على جلدنا، وهيأثر على الكولاجين اللي بيفرزه الجلد، يلي هو أهم حاجة في الوش اللي هيدينا مرونة ونضارة لوشنا. المواد يا جماعة السكرية العالية اللي موجودة في الشوكولاتة هتأذي لكم الجلد بالكامل. بسبب تجاعيد الجلد هيفقد المرونة من الجلد، وهيفقد معانا الحيوية، وهيفقد معانا اللون وإشراقة الوش الطبيعية، وأكيد هيزود تصبغات البشرة، وهيبقى في زيادة لحبوب الشباب عند الشباب والمراهقين. المواد السكرية مش هي بس السكر الأبيض، وممكن يبقى فيه كمان المشروبات الغازية هتأثر على جلدنا، والأكلات السريعة والمكرونة والأندومي. فهنتكلم دلوقتي عن شوية نصايح عشان يبقى بشرتنا طبيعية، وهنراقب أكلنا، وهننام نوم كفاية ونوم طبيعي، نشرب كمية كبيرة من المية، خاصة احنا في وقت الشتاء لازم نشرب كتير من المية، وهنحافظ على صحتنا ضروري، وهنحافظ على بشرتنا عشان يبقى دايما وشنا مناسب مع عمرنا. ودمتم سالمين.